الله وبركاته. اخوان اعزائي المشاهدين، رجعنا وياكم في جديد وبحلقة جديدة. طبعا اعتذر عن الانقطاع اللي صار بالقناة، وتقريبا الاغلبية كما شفتوا تعليقات بداية الفيديو، الاغلبية قالوا لي منتظر انقطعت ليش انقطعت. فيا اخوان راح تشوفون او راح تعرفون كل التفاصيل بهذا الفيديو. قبل لا نبدأ بالفيديو، رابط الانستغرام مالتي بالوصف، خل كلها تضيفني وتتابعني على مود ننشر يوميات واللي راسلني، ورابط قناة ولد صديقي من محافظة البصرة الحبيبة بأول التعليقات. راسلني وقال لي منتظر أريدك تخلي قناتي. فيا أخوان اشتركوا بقناتي حل ما يوصل 1000 مشترك. الكل خل تشترك بقناة ولد صديقي من محافظة البصرة. فيا أخوان هواي سألوني وقالوا لي ليش انقطعت. طبعا يا أخوان صار لي كلش خطرة. الحالة الأولى إيدي هيك، لا الإصابة جدا بسيطة بإيدي وسلامات ما بيها شي. هواي يسألوني الإصابة اللي صارت ببلعومي، يعني تقريبا أول يوم العيد صارت عندي إصابة، بقيت 3 أيام إلى 4 أيام بالمستشفى. أغلبية المتابعين فتحت بث على الفيسبوك قبل يعني يومين أو 3، فشرحت لهم الوضع مالتي واللي صار. فالأغلبية ما يعرفون الإصابة مال إيدي بسبب رسوبي بالمدرسة. طبعا رسبت من وراء التصوير. نقول الحمد لله وإن شاء الله نعوض على السنوات الجاية. الشغلة الثانية الإصابة بالبلعوم. الإصابة بالبلعوم يا ولد صارت يعني ما أقدر أشرحها بالتفصيل، تقدرون تشوفونها من خلال رابط الانستغرام موجود بالوصف. راح أقدر أنشر فيديو عليها على مود كل تشوفه. رابط الانستغرام هذا ادخلوا عليه تابعوني وراح تعرفون شنو الإصابة. طبعا صارت ببلعوم وتقريبا بقيت 3 أيام بالمستشفى. فيا اخوان يعني الإصابة جدا خطرة وأدت يعني للتموتا بين قوسين والله. فالحمد لله عدت على خير وإن شاء الله زالت. فيا اخوان هسه إن شاء الله راح نصور فيديو حلو أو نلاقي طريقة على مود الصور. لقيت لي مكان للتصوير. فيا اخوان الأغلبية قالوا لي شنو الإصابة. طبعا يا اخوان صارت ببلعوم ووقفت هنا، ما اريد اشرحها. قلت لكم بالانستغرام تدخلون تتابعوني، قناتي موجودة بالوصف. ما اريد اطول عليكم الفيديو. هسه راح نروح بهاي المنطقة على مود نلقى يقولون اكو بلابل بهذا المكان. قبل لا نبدأ الفيديو اشتركونا بالقناة، وصلونا هذا الفيديو 1000 لايك. والله ما توصلونه، انا احلف اعرف ما توصلونه. فالكل خل تشترك بقناتي على الانستغرام. هواي يقولون منتظر ما عندك متابعين الانستغرام. الانستغرام صدفة اطب له، صدفة ادخل له. قلت لكم انا صدفة ادخل له، يعني بالسنة مرة ادخل له والله عاد الشقة. يعني حتى لو ادخل له بين كل 5 دقائق انشر فيديو واطلع. فتابعونا على رابط الانستغرام راح اخليه بالوصف. وان شاء الله فيديوهات جدا قوية وجاية بالطريق. ما اريد اطول الفيديو، طولت لان هي هاي الحالة صارت بي والحمد لله وتعدت. وان شاء الله نرجع اقوى من قبل وفيديوهات ان شاء الله يعني نستمر. بس يا اخوان درجة الحرارة تقريبا فول. هسه راح نروح المكان نلقى بيه شي او نلقى بيه صيد او نلقى اي شي نصور لكم. خليكم على الفيديو. اخوان هسه متجهين المكان، يقولون بيه بلابل، انا ما متأكد من يمه. فراح اذا لقينا او اذا لقطنا بلابل نصور لكم، حتى اذا ما لقيت بيه شي. المهم اضطر اوضح الطريقة اللي صارت بي الحالة. طبعا رجع شو من ذاك الولد هم من المتابعين وسألني، طبعا تحياتنا إليه، سألني وقال متاشين ايش صاير ما تطلع. يعني الأغلبية يقولون انت ليش ما ترد راسلك وما ترد، ليش ما ترد. هذا يا ولد هم عشش استوى. طبعا بعد له 29 يوم أو 30 يوم يفرخ بالكامل. هذا هو عشه مال عصفور. نرجع لكلامنا يا ولد. الأغلبية يقولون منتظر راسلك وما ترد، ليش هاي الأيام؟ والله العظيم يعني طبعا يا أخوان الحالة اللي صارت بي جدا مو طبيعية، وإن شاء الله وعدت والحمد لله وألف الحمد لله والشكر. يعني هواي ناس ما سألوا، بس الحمد لله اللي سأل الأغلبية سألوا اجوا علي الأغلبية. وتحياتنا للمشاهدين طبعا.
من كل قلب الاحترام لهم والتقدير لهاي الدقيقة اللي شاهد الفيديو. يعني هواي يشوفون يقولون المطار ما سليم او ماشي. هاي الايام طبعا يا اخوان، هاي الفترة خاصة بالعيد صارت الفترة مالتي صارت جدا خطرة. فقمت يعني من ابوع الواحد اموت، ما ادري ليش من ابوع الشخص، يعني ما ادري شنو السبب. فالحمد لله يا اخوان عدت، ويعني الحالة يا ولد قوة قمت اتنفس، يعني صار النفس ضيق. الاكل تقريبا يومين او 3 ايام ما اكل. فالحمد لله هسه راح نشوف منه مكان للتصوير. والضربة بالايد يا ولد بسبب الرسوب في الصف الثالث المتوسط، وان شاء الله نعاود ونكون اقوى والنجاح ان شاء الله. فخلوكم ويا الفيديو، طولت المقدمة وبالحكي ما ادري شنو هو. أنا شوق الغريب القرب ولاح، أنا حصلت هذاك الأيس وراح، تعنيت اللي يخوف كلمة سلاح، أنا لعن الشماتة بوجعة ترتاح، أنا الكل ما تحصده يرد سباح، ذهب بنجيك حلوة وبالدرب طاح، هو عذيبي على روح الشكر فاح، يعني مضيعين عمره هنايا لوكاح، أجر بالليل كان مجرار ملاح. لا تنسون يا ولد تتابعون قناتي على الانستغرام، اريدكم كلكم تفجرونها. والله راح اترك لكم اليوزر بالوصف، اريدكم يعني تدخلون. انا مخليها 171 متابع. خلينا نشوف خلال 3 ايام 4 ايام ونشوف المتابعين. بس يا اخوان اللي يتابعني يكتب منتظر اجيتك من اليوتيوب ونشوف ايش قد جاوب. الله اكو وهم يغلسون. كمل الفيديو، خلي لك الرابط يا اخي العزيز يا اختي العزيزه، مخلي لكم الرابط اني ادخلوا عليه تابعوني على الانستا. هسه بلكن نشوف طيور من هنا. وين اكو يا طيور؟ دينا الظهريه بالثنتين من الساعه هسه. حتى من يشوف الطير هسه يشرد يقول لك هذا منين جاي اليوم. شنو هو اليوم؟ ولا طير طاير، شنو السالفه؟ بس اعتقد يا ولد قبل شويه شفت طيور هناك واوي من ساعه شفته بس ما لحقت اصور. شوف ذا الاستخلاص يا ولد. هني انا العايش بالريف، حياة الريف تقبل طبعا. كل ناس يعيبون على الريف، لا حياة اصل يعني حياة حلوة. وعندنا هسه الصخلات شلون يقبلن وهذا العيش. اكو يعني ناس تنتقد حياة الريف، لا الحمد لله اكو بهم يعيبون. يعني هواي شفت يوتيوبريه يعيبون على حياة الريف. حياة الريف هي اصل، يعني تبني شي حلو والله. يعني العايش بالريف يعرف كل شيء، مو طريقة سته. اذا مثل نقول انت بن ولاية وجيت هنا للريف، ما الاغلبية ولد العرب، يعني يروح للولاية يعرف كل شيء ويرجع للريف يعرف كل شيء. فشوفوا تنس الطيور هنا يا ولد. اكثر شيء مكان للبلابل اللي جنبي. يعني انت خافت عندك نية تريد تلقى بلابل، لا تلقى بصف الماي، ما راح تلقى. اذا تريد تلقى القى هنا بهاي الاماكن. تعال لي اكو شي ميت هناك بس ما اعرف شنو هو. اعتقد شليب ذيب والله ما ادري. خلنا نعبر ونشوف. بسم الله يا الله يا محمد يا علي، يا الله يا محمد يا علي. خلي نعبر. هو يقولون انت تخاطر انت، لا ماكو خطوره يا ولد. اذا انت ذا الحياه مصاعب وما ادري شلون الجمله اللي قال الشاعر. يا علي كل فيديو لازم نتدمر، ما ادري ليش. انا خلينا نشوف شنو هو. اعتقد شلب 100% شلب. شنو الكاتله ما ادري. مدعوم؟ لا مستحيل. لا شنو والله طيب. قالت لك شوف طبعا قديم هذا ميت دوم فوق. شوف صار اشتف خيابه. شنو كاتله هذا؟ مقتول والله مقتول يا
يا ابي ايش قالت له هذه؟ اعتقد يعني متمرض او شيء، فما اقدر اتقرب اكثر يا ولد عن الخطورة. الشباب جاي الريحة توصل لهنا، والله ما ادري يا ابي. اظن متت، اظن راح اختم، لا بس راح ناخذ لنا فرة يا ولد. لا خليت قبل لا اختم خلنا ناخذ له فرة هنا بهالمكان. وياه طالع بي ظهرية واتاخر طبعا يا ولد. بالصيف انا عندي طبيعة اتاخر بالنشر، ابقى بالصيف كل 5 ايام او 7 ايام لين ما يصور بيباع. بس العصرية والعصرية وين تلحق نغمشه ومت من الحر. هسه انا صمت الصمت. ارجع واقول يا ولد اشتركونا بالقناة وخلونا لايك. والله لو منك اني وعلي اللي خلى 10 لايكات ب10 حسابات. هسه انا والله العظيم مو يعني اقول لكم خلوا لايك او شيء، بس انا هسه ادخل لاي فيديو والله العظيم اخلي لايك. يعني خاصة دول اللي ينشرون قليل، مثلا لا حساب وصل 30 لايك 40 لايك، والله اخلي لهم لايك ويعني وادعمهم. لان هو راح من يشوف لايك يعني راح يحب النشر اكثر. شلون هسه اليوتيوبرية يومين كل اسبوع ان شاء الله 6 فيديوهات 7، يعني يصير عنده واس. بس اذا انت ما تدعمه، مو تدعمه بسعر، دعمه معنويا او ماديا. قبل يا ولد حسباله هسه من يقول لي دعمه، حسبالي دعمه بسيارة. هو يقول له دعمه حسبالي دعمه بسيارة. فيا شباب ما اعرف شنو بعد. خلي نختم لو لا خلنا ناخذ لنا فرة بنختم. تقولون منتظر ليش تتأخر وهاي بتأخر. حبيت بس اقول لكم شنو صار وياي، لان شفت اغلبية التعليقات وبس هذا الميت خطية مقتول قتل. ليش شنو هاي العالم ايش فيه؟ خلي بمان الله يمشي تجي انت تقتله ليش شنو السبب؟ فيا شباب راح نلقى مكانات او اي شيء صورها لكم. شباب لقيت له افضل طريقة للتصوير. وين؟ راح نروح ندب زروقات لان الحرارة قبضت. اجيب لي كاميرا حرارة فول هيك بالصيف، اجيب لي تليفون يعني حرارة فول، اجيب لي صرصور الحرارة فول. بيش اصور؟ ما تقول لي شو تقول لي هسه والله نظام ايش؟ ما تقول لي اكو نظام والله على الشقاء. اكو اجهزة يا ولد يعني شلون جهازي هسه اكو اجهزة ما يحمل. هسه انا الجهاز يعني مقبض الحرارة يجوز فوق 50 وما يطفى. بس اكو لا بس لا احلى حرارة وقبل طوط طفى، طوط طفى. كاميرا بس اقل حرارة. هاي الكاميرا اشوف ايش قد قوية وعدساتها واضحة ودقة. هسه بس جبتها اقل حرارة طفت بس فصلتها صار التليفون. خلينا نروح نشوف لنا مكان نسبح بيه. كان يا ولد نلقى مكان يعني بسم الله. هذا يا ولد المكان يعني للسبح فوق. نسيت هاي noite que me promise que a nossa pledge há com muita mais tu não mais com safado se النوب نسيت دخلت بهاي. هاي صار بيه بروحي. هسه وين نروح؟ شباب ما ترى تعمد لا والله حاير.
يعني اسولف وياكم حلوه، مو نفس تروح وتقعد تظل 8 ساعتين ولا 3 وترجع لفيديو تلقاه 4 اصفار. شنو 4 اصفار؟ 4 لايكات غير اللي يعني حلوه. هسه مرات ادخل فيديوهات تلقاها يعني قويه حلوه. شنو قويه يعني انت تتعلش؟ شباب انتظرونا فيديوهات جايه وحلوه. يعني هسه هذا الفيديو هيجي بالكلاوات كفته تسليكي تعليسي. هسه شنو نقول لكم يا اخوان، وصلنا لختام فيديونا لهذا اليوم. فتحياتي للجميع والحمد لله على السلامة. طبعا لا تنسون تتابعون حسابي على الانستغرام على مود نسوي فيديوهات حلوة ونستمر بالنشر. يوميا ينزل لك فيديو بعد ما لك علاقة. صار زيناني يوميا ينزل لك فيديو، بس اذا ما تخلي لايك الا تحياتي طولت. لا تنسون تتابعون بالانستغرام. جود باي.